كريهة. السلام على كل أم فقدت عزيزا، وعلى كل طفل فقد والدا، وكل عائلة فقدت فلذة. السلام على أرواح شهدائنا الذين أنبتت دماؤهم أقحوانا في الربيع والصيف عندما استبدلت فصول الإزهار. الرية عالباب يمه طلعوا يهتفوا له، شافوا البواريد يمه قالوا إخوة. وأرسل عبركم التحية إلى كل مواطن ومواطنة، إلى كل أخ وأخت، إلى كل شاب وشابة، إلى كل أب وأم وهم يعبرون عن تعلقهم بوحدة وطنهم. سمعت هالشباب يم الحرية عالباب يم طلعوا يهتفوا له. وما تحمله من ألم وحسرة بالقدر الذي تدفعنا لتأمل هذه التجربة العميقة والهامة بجانبها السلبي، وما تحمله من خسائر بالأرواح والممتلكات والأرزاق في المستوى المادي والمعنوي، وبجانبها الإيجابي وما يحمله من اختبارات هامة لنا جميعا اكتشفنا من خلالها معدننا الوطني الحقيقي بقوته ومتانته وبنقاط ضعفه. وبما أن الزمن لا يعود للوراء فخيارنا الوحيد هو التطلع إلى المستقبل، وهذا الخيار نمتلكه عندما نقف. أخ ويا حيف زخ رصاص على الناس العزل يا حيف. ولكن يعتقدوا بأنهم مطلوبين في سوريا. عدد كبير من هؤلاء كان يشعر بالخوف ولم يذهب إلى السفارات لاستلام جواز السفر، حتى بعد العفو الأخير لم يقوموا باستلام هذا الجواز. ما زال هناك نوع من الخوف يمنع الناس من المبادرة تجاه مؤسسات الدولة، وهذا الخوف يشعرهم بالظلم أحيانا بعدم وجود هذا الظلم. وبما أننا مررنا على موضوع العفو، ففي لقاءاتي الأخيرة شعرت بأن هذا العفو لم يكن مرضيا للكثيرين. رصاص على الناس العزل يا حيف، واطفال بعمر الورد تعتقلون كيف. من الزوايا المختلفة التي ينظر منها المواطنون السوريون بالشكل الذي يساعدنا على ترتيب أولويات مؤسسات الدولة بما يتوافق مع أولويات المواطنين. أردت أن أفهم التفاصيل المباشرة من المواطنين بعيدا عن أي أقنية قد تقوم بعملية تصفية أو فلترة للمعلومات، ربما تنقل المعلومة كاملة ولكن لا تنقل المشاعر. والعلاقة بين الناس هي ليست فقط علاقة معلومات وحقائق، وإنما وبدار عاوية وما ويا حيف هذا اللي صاير يا حيف. وبدار